وهنقع فيها الدجاج بتاعي، يعني مدة لا تقل عن ساعة. هو المفروض ان هو بيقعد شوية في التتبيلة ديت، كل ما تقعديه في التتبيلة ديت بيبقى افضل واحلى. طبعا الاكلة ديت ما بتتاكلش لوحدها كده، الاكلة دي بتتاكل معاها اللي هو الرز الريزو. احنا طبعا نقعين الرز ومجهزينه علشان نعمل الرز لغاية ما الفراخ تتبل. نحطها في التلاجة تتبل. دلوقتي احنا هنحضر للرز لغاية ما الفراخ تتبل. هنجيب بصلة كبيرة، طبعا هنكون نقعين الرز على الاقل ساعة